السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني في الوحدة الرابعة، ألا وهو التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي. التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي دول من يعني أفضل الدروس اللي ممكن تفهمها وأمتعهم الصراحة يعني. الوحدة الرابعة سهلة ولذيذة، هناخد فيها التكاثر في الكائنات الحية، التكاثر بقى الجنسي واللاجنسي. اللاجنسي ده بيتسمى اللا تزاوجي خصائصه، وهناخد صور وهناخد التكاثر بقى وصوره بقى اللي هي التكاثر بالشطار الثنائي والتكاثر بالتبرعم والتكاثر بالتجدد والتكاثر بالجراثيم والتكاثر الخضري والتكاثر بقى الجنسي اللي هو التزاوجي بقى اللي هو خصائصه وكيفية حدوثه. هناخد بقى المفاهيم وهنفهم مع بعض انواع الخلايا وتركيب الكروموسوم وخطوات الانقسام الميتوزي واهميته واهميه الانقسام وهنهندس ظاهره العبور اللي احنا خدناها قبل في الدرس الاول، وهناخد الفرق بين الانقسام الميتوزي والميوزي، وهنوضح اهميه تكنولوجيا النانو في الكشف عن مرضى السرطان وعلاجه. حاجات مهمه جدا ليك لازم تبقى عارفها. اولا الكائن الحي بيتميز بقدرته على التكاثر بهدف ايه؟ ايه الهدف عشان اعمل عملية التكاثر دي؟ بهدف يا باشا استمرار نوعه، وذلك بإنتاج أفراد جديدة ماشي تتفاعل مع البيئة وتؤثر فيها مما يحميه من الانقراض. تمام. يبقى أنا عرفت إن الكائن الحي بيتميز بقدرته على التكاثر بهدف استمرار نوعه، وذلك بإنتاج أفراد جديدة ماشي تتفاعل مع البيئة وتؤثر فيها مما يحميه من الانقراض. انت بتروح تدور على التكاثر، او اي حد بيروح يدور على التكاثر سواء كان حيوان او انسان علشان يحمي نفسه من الانقراض. فعملية التكاثر بتنتقل الصفات الوراثية من الاباء الى الابناء كما ستطلع فيما بعد. ازاي؟ عندك انت لو جيت بصيت انت هتلاقي نفسك فيك شبه من ابوك او امك، والدتك يعني او ابوك، فهتلاقي فيك شبه كتير منه. ممكن بعد كده ما تحسش بيها دلوقتي وتحس بيها بعد كده، مثلا زي الصلع الوراثي. ليه سمينا الصلع الوراثي؟ علشان بينتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء ماشي كما سيتضح. أولا هناخد تعريف التكاثر. إيه تعريف التكاثر الأول؟ هي عملية حيوية. عملية حيوية لأنها حية بتحدث داخل الكائنات الحية وفي الكائنات الحية يكون فيها الكائن الحيوي. يبقى عملية حيوية يكون فيها الكائن الحي. بينتج ايه؟ بينتج افراد جديدة من نفس نوعه مما يضمن استمراره وحمايته من الانقراض. يبقى انا بنتج افراد جديدة من نفس نوعه بيضمن استمرار وحمايته من الانقراض. يعني ايه من نفس نوعه؟ يعني الانسان بيخلف انسان والحيوان بيخلف حيوان، معروفة يعني، انت فاهم؟ ده نفس نوعه مما يضمن استمراره وحمايته من الانقراض عشان ما ينقرضش بعد كده. التكاثر في الكائنات الحية. تتكاثر الكائنات الحية بإحدى نوعين: التكاثر الجنسي أو التزاوجي، والتكاثر الجنسي اللي هو التزاوجي. هناخد الأول بالعمق التكاثر الجنسي اللي هو التزاوجي. هناخده تحدث عملية التكاثر الجنسي في جميع الكائنات الحية وحيدة الخلية هي البسيطة، وبعض الكائنات الحية عديدة الخلايا. تمام. اولا جميع الكائنات الحيه وحيده الخليه زي ايه؟ زي الاميبيا وزي فطر الخميره وزي البكتيريا. دول الكائنات الحيه وحيده الخليه. اما الكائنات الحيه عديده الخلايا زي نجم البحر وفطر عيش غراب والهيدرا. يبقى انت عندك كم دلوقتي كائن بيتكاثر بالتكاثر الجنسي؟ خدت فيهم ستة لازم تبقى عارفهم: الاميبيا والبكتيريا وفطر الخميره. دول كلهم وحيدة الخلايا. أما عديدة الخلايا زي نجم البحر وفطر عيش الغراب والهيدرا. خصائص التكاثر اللاجنسي يتم عن طريق كائن حي واحد فقط، ما بيعوزش اتنين. يعني في التكاثر الجنسي بيعوز اتنين يحدث بينهم عملية التكاثر، أما التكاثر اللاجنسي بيعوز واحد بس، على عكس التكاثر الجنسي. التكاثر اللاجنسي بيعوز كائن واحد فقط يطلق عليه الفرد الأبوي. لا يتطلب حدوث وجود أجهزة أو تركيب متخصصة في الكائن الحي. عندك في التكاثر الجنسي بيعوز تركيب متخصصة زي الجهاز التناسلي، أما في التكاثر الجنسي ما بيعوزش كده. فبقول لك لا يتطلب حدوث وجود أجهزة معينة أو أعضاء معينة. يعتمد على حدوث الانقسام الميتوزي. ده الحدوث التكاثر الجنسي ده بيعتمد على ايه؟ الانقسام الميتوزي، وفرق منها جدا علشان ده حتة مهمة. قال لك يحافظ التكاثر اللاجنسي على التركيب الوراثي للكائن الحي. اشرح لي مع التفسير ازاي التكاثر اللاجنسي بيحافظ على التركيب الوراثي للكائن الحي. بقول لك عشان الافراد الناتجه عن التكاثر الجنسي بتحصل على نفس النسخه، نسخه كامله من الصفات الوراثيه للفرد الابوي. يعني انا دلوقتي جبنا قرد مثلا في صفات معينه جواه، مثلا نجمه كده مثلا. القرد ده مثلا قرد اي حاجه بقى، قرد مثلا اي حاجه، تفهمني؟ بلاش قرد، خليها اميبيا، بلاش عشان نبقى ايه ماشيين صح.
كنت عايز امثل لكم بس خليها اميبيا مثلا. دي اميبيا جواها مثلا ايه النجم كده، دي اميبيا اهي، اميبيا. هتخلف لي نفس الفرد اللي هو كده، وجواها نجمة. ده نفس الفرد الناتج من الفرد الأبوي نفسه بالظبط. علشان كده التكاثر اللاجنسي بيقول لك هنا اهو بيحافظ على التركيب الوراثي، لأنه ايه، لأن الأفراد الناتجة بتبقى نفس الأفراد الأبوية. أنت فاهم؟ حيث أن الأفراد الناتجة عن التكاثر اللاجنسي بتحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراثية للفرد الأبوي أثناء حدوث الانقسام الميتوزي، وبالتالي ينتج عنه أفراد جديدة مطابقة. بص ركز على كلمة مطابقة دي، تماما للفرد الأبوي، حيث لا يحدث أي تغيير في التركيب الوراثي يؤدي لاختلاف النسل الناتج عن الفرد الأبوي، بعكس التكاثر الجنسي. فيما سبق هعرف التكاثر اللاجنسي ان هو عمليه حيويه، لان احنا قلنا ان التكاثر اصلا هو عمليه حيويه يكون بها الكائن الحي. انا برضه يكون فيها الفرد الابوي، لانها بتحدث من كائن واحد فقط بإنتاج افراد جديده مطابقه له تماما في صفاته الوراثيه. هو 2 نون بيخلف 2 نون، فاهم؟ مثلا يعني جوه نجمه بيخلف نجم كده. صور التكاثر اللاجنسي، يحدث التكاثر اللاجنسي بعدة صور يوضحها المخطط ده. أولا التكاثر بالشطار الثنائي، والتكاثر بالتبرعم، والتكاثر بالتجدد، والتكاثر بالجراثيم أو الأبواج، والتكاثر الخضري. 5 أنواع أو 5 صور للتكاثر اللاجنسي. هنبدأ الأول بالتكاثر بالانشطار الثنائي. التكاثر بالانشطار الثنائي ده يا حبيبي يحدث في الكائنات الحية وحيدة الخلية، مثل الطحالب البسيطة، بكتيريا، أميبيا، والبراميسيوم، واليوجلينا، كل ده أنواعها. يبقى تحدث في الكائنات الحية وحيدة الخلية. دي الأميبيا مثلا اهي، وركز على الأميبيا دي قوي علشان دي هنشرح عليها حاجات كتير. ده رسمة الأميبيا اهي، دايرة كده جواها زي نجم كده، ده الأميبيا. ودي من الأوليات الحيوانية، وكانت وحيدة الخلية البسيطة. تمام. كيفية حدوثه يتم الانشطار الثنائي في الكائنات الحية كالتالي. أولا بتنقسم نواة الخلية انقساما ميتوزيا، تنشطر الخلية التي تمثل جسم الكائن الحي إلى خليتين، يصبح كل منهما فردا جديدا مطابقا تماما للفرد الأبوي. يعني مثلا ال الأميبيا هي مثلا أو دي الخلية الأم. استنى، يعني مثلا دي الخلية الأم أهي. أولا بيبقى جواها نواة جواها كده. قالك إن النواة ديت بتنقسم ميتوزيا فتدي نواتين مثلا كده. تنشطر الخلية التي تمثل جسم الكائن الحي إلى خليتين، ليصبح كل منهما فرد جديدا مطابقا تماما للفرد الأبوي. تنقسم إلى 2 كده بيبقوا مطابقين تماما للفرد الأبوي. ده كان حدوثه. يبقى تم الانشطار الثنائي في الكائنات الحية إن النواة بتنقسم ميتوزي، وركز على ميتوزي، وبتنشطر الخلية إلى خليتين ليصبح كل فرد منها مطابق تماما للفرد الأبوي. اهي المادة الوراثية 2 نون، تتضاعف المادة الوراثية داخل الخلية. شوفها في الأول كانت شوية ازاي، بقت كتير اهي، ضعفت المادة الوراثية داخل الخلية. وتنخسر الخلية لجزئين غير منفصلين، تتوزع المادة الوراثية بينهما. يعني ايه، هي ما انفصلتش كليا، يعني ايه فاهم؟ عملت دايرة كده اهي، وعملت دايرة كده. المادة الوراثية شوية راحت هنا وشوية راحت هنا، وبعديها بقى ايه، انشطرت او تنشطر الخلية لخليتين متماثلتين كل منهم مطابق تماما للفرد الأبوي اللي 2 نون 2 نون، مطابقين تماما للفرد الأبوي. ومما سبق يمكن أعرف الانشطار الثنائي إن هو تكاثر لاجنسي يتم عن طريق انشطار الفرد الأبوي. التكاثر اللاجنسي لأن هو من صور التكاثر اللاجنسي بيتم عن طريق انشطار الفرد الأبوي وحيد الخلية إلى خليتين متماثلتين كل منهما مطابق له تماما في صفاته الوراثية. فيجي يقول لك علل يختفي الفرد الأبوي الذي يتكاثر بالانشطار الثنائي، ودي مهمة جدا 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 وبتيجي في الامتحانات. ليه؟ هتقول لي على طول عشان بيشطر إلى خليتين متماثلتين تماما، وبالتالي يختفي الفرد الأبوي بالتكاثر الذي يتكسب بالشطار الثنائي. يعني ايه؟ يعني الفرد الابوي اللي خلى فيه خليتين، ده 2 نون اولا، وده 2 نون، وده 2 نون، ده بيختفي وبيفضل ده وبيفضل ده. فهمت؟ اظن مفهومه يعني. التكاثر بالتبرعم، يحدث التكاثر بالتبرعم، ده تاني صورة من صور التكاثر اللاجنسي. التكاثر بالتبرعم يحدث في الكائنات الحية وحيدة الخلية وعديدة الخلايا. وحيدة الخلية زي الفطر الخميرة، وعديدة الخلايا زي الهدرة والإسفنج. شوف فطر الخميرة عامل ازاي، عبارة عن دواير كده، حاجات ممتعة والله العظيم وجميلة. والهيدرا اهو وده الإسفنج. تمام. ده الفطر الخميرة وحيدة الخلية، أما الهيدرا والإسفنج ده عديدات الخلايا. تمام. تمام.
تمام. التكاثر بالتبرع في فطر الخميرة. أولا لاكتشاف كيف يتكاثر فطر الخميرة هنعمل نشاط. أولا هنجيب حتة خميرة ومحلول سكري، يعني مية فيها سكر، وهنجيب مية دافية وطبق خاص بالتجارب المعملية، الطبق اللي هو الموجود في المعمل ده، وميكروسكوب وشريحة زجاجية وغطاها، وعود أسنان. عود أسنان اللي هو مثلا فرشة أسنان. هنضيف شوية من الماء الدافي لقطعة الخميرة مع التقليب جيدا لعمل محلول خميرة. هنعمل محلول خميرة، يعني هحط المية الدافية على الخميرة وهقلب، وبعدها كده هضيف شوية من محلول السكر اللي هي المية بسكر ديت إلى محلول الخميرة في طبق الباتري اللي الطبق اللي موجود في المعمل. بعدين هسيبه لمدة 10 دقايق في مكان مظلم دافئ. هنضع قطرة من المخلوط على الشريحة الزجاجية باستخدام عود الأسنان، ثم هنغطيها بالغطاء الخاص بها. وبعدين هنفحص الشريحة دي بقى في الآخر خالص تحت الميكروسكوب وهنسجل الملاحظات. هنلاقي في الملاحظات هنلاقي إن الفطر الخميرة بيتكاثر كالتالي: إن فطر الخميرة جواه نواة، وجواه فجوة عصارية، وفي غشاء بلازمي، وفي سيتوبلازم طبيعي. فهعمل إيه؟ هيعمل إن هو ينشأ بروز جانبي في الخلية الأم يعرف بالبرعم. في بروز جانبي كده هيحصل في الخلية الأم اسمه برعم. ده البرعم ده الحتة اللي هي دي. تمام. وبعدين قال لك تنقسم نواة الخلية. النواة اللي جوه الخلية دي هتنقسم ميتوزين إلى نواتين، تبقى أحدهما في الخلية الأم والأخرى تهاجر البرعم. في واحدة أهي هاجرت إلى البرعم، وواحدة موجودة في الخلية الأم. دول النواتين. يبقى أول حاجة حصلت إن حصل بروز جانبي يسمى برعم، وبعدين انقسمت النواتين، واحدة تبقت في البرعم، والتانية سافرت للبرعم، واحدة فضلت في الخلية الأم. بعدين ينمو البرعم تدريجيا ويبقى متصل بالخلية الأم حتى اكتمال نموه، ثم ينفصل عنها ويصبح فطر جديد. في الآخر خالص اكتمل نموه وانفصل عن خلية الأم. ده الفطر الجديد وده الخلية الأم. أو يستمر متصلا بها. ممكن في حالتين، يعني حالة إن هو ينفصل، وحالة تانية إن هو يبقى متصلا بها ويتكاثر بنفس النظام كده بقى، مكونة المستعمرة بقى الكبيرة خالص. فاهم؟ بس كده خلاص خلصنا التكاثر بالتبرعم. ان اول حاجه يحدث بروز جانبي في الخليه الام يعرف بالبرعم. بعدين ينقسم نواه الخليه ميتوزين الى نواتين، تبقى احدهما في الخليه الام وتهاجر الاخرى الى ايه؟ تهاجر الاخرى الى البرعم. ينمو البرعم تدريجيا ويبقى متصل بالخليه الام حتى يكتمل نموه، ماشي. بعدين ينفصل عنها ويصبح فطر جديد، يا اما يستمر متصلا بها ويتكاثر بنفس الطريقه مكونا مستعمره. الاستنتاج: يتكاثر فطر الخميره بالتبرعم. الاستنتاج بتاعه ان الفطر الخميره ده بيتكاثر عن طريق حاجه اسمها التبرعم. مما سبق ممكن اعرف حاجه اسمها التكاثر بالتبرعم، واعرف افسر او اعرف البرعم ذات نفسه. التكاثر بالتبرعم هو تكاثر لا جنسي، لانه احد الصور تكاثر لا جنسي يتم عن طريق البراعم الناميه من الفرد الابوي. اما البرعم هو تركيب ينشا كبروز جانبي في الخليه الام تهاجر اليه احدى النواتين ناتجتين من انقسام النواه ميتوزيا. في بقى تالت صوره معانا: التكاثر بالتجدد، يحدث في بعض الكائنات الحيه عديده الخلايا وليس وحيده الخليه، على عكس التكاثر بالتبرعم والتكاثر بالاشتراط الثنائي. زي ايه؟ زي نجم البحر، وده امتع واحد فيهم. لان ده يا باشا، بص ركز على ده، ده نجم البحر. نجم البحر مكون من ايه؟ اذرع، ده اسمه ذراع الكبير ده، واللي في النص ده اسمه قرص وسطي، وهو ده مكونات نجم البحر. بص يا حبيبي بقى، علشان نجم البحر ده لذيذ ولطيف، قال لك كيفية حدوثه يتم عن طريق نمو أحد الأجزاء المفقودة من جسم الكائن الحي، والتي تحتوي على جزء من القرص الوسطي بواسطة انقسام ميتوزي مكون الكائن الحي. يعني إيه؟ قال لك في قصة كده عايز أحكيها لك، بس هحكيها لك إزاي بقى؟ هجيب لك وشي، فاستنى اصبر عليا. ازيكم عاملين ايه؟ ده وشي اهو. يا رب القصة اللي أنا عايز أحكيها لكم قصة لذيذة ولطيفة جدا. بالنسبة لنجم البحر ده، كان في شوية صيادين كده رايحين فين؟ رايحين رحلة صيد لذيذة كده وخفيفة. فرحلة الصيد ديت لقوا في رحلة الصيد، فلقوا إيه؟ بينزلوا كده صيد، لقوا ذهب وجواهر كتير وحاجات تحت. ف قالوا خلاص، اكتشفوا حتة فيها جواهر وبتاع، وقالوا تمام. بعدها فترة كده لقوا إن الجواهر دي بتقل بشكل كبير جدا جدا يعني، فاستغربوا جدا وقالوا ليه؟ فنزلوا غواصين في المنطقة اللي فيها الذهب ده، لقوا إن نجم البحر بياكل حاجة اسمها القواقع، والقواقع دي هي اللي بتبقى جواها الذهب. فنجم البحر بيأثر على الحالة الاقتصادية للبلدة دي. لذلك قرروا إنهم إيه؟ يقطعوا نجم البحر ده، يقطعوه كده ويرموه في البحر. وبالتالي أخدوا نجم البحر ده وفعلا قطعوه لحتت كتير جدا ورموه في البحر.
يبصوا بعد فترة وينزلوا تاني يلاقوا ان برضو الذهب مش لاقيين ذهب، والذهب عمال يقل بشكل كبير جدا. نزلوا الغواصين تاني لتحت علشان يشوفوا ايه السبب. لقوا كمية نجم بحر بطريقة رهيبة. الأعداد تضاعفت في 10، والأعداد زادت في البحيرة ديت وفي البحر ده بطريقة رهيبة. اكتشف العلماء بعد كده إن النجم البحر لما قصوه ما ماتش، لانه بيتجدد كده تاني. اسمه حتى سميناه تكاثر لا جنسي بالتجدد، لان جسمه تجدد تاني وبدأ ينمو تاني وياكل ويزيد، وياكل طبعا الذهب الموجود في المدينة. وبالتالي عرفوا انه بدأوا يحرقوه بقى علشان ما يقطعوش تاني، فيحصل نفس الأزمة الاقتصادية للبلدة دي. بس ده كان القصة دي. نرجع تاني بقى، يلا بينا عشان متأخرش. رجعت لكم تاني بقى. كيفية حدوثه هنقطع الذراع ده مع حتة من القرص الوسطى، ولابد ان الذراع يكون مع حتة من القرص الوسطى. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الجسم الكائن الحي ده هيرجع تاني جسم جديد. لذلك فهنقول يتم عن طريق نمو احد الاجزاء المفقودة من جسم الكائن الحي، ولا تتولى جزء من القرص الوسطى بواسطة انقسام الميتوزي مكونا كائن كامل مطابقا له تماما يتركب من قرص وسطى تخرج منه اذرع. ده النجم البحر. عندما يفقد حيوان نجم البحر، بص اهو، يفقد حته كده منه ويتكاثر ومش عارف ايه ويزيد تاني ويرجع تاني حيوان اصلي زي ما هو. فقال لك ان الجزء المتبقي من الحيوان يستطيع تكوين زراعه جديده بانقسام الميتوزي لخلايا فيما يعرف بالتجدد. اما الزراعه المفقوده من الحيوان تستطيع ان تنمو بانقسام الميتوزي لخلايا مكونه خلايا حيوانا كاملا مطابقا للفرد له، بشرط احتوائها على جزء من القرص الوسطى. الشرط ده مهم جدا. لابد ان احتوي على القرص من الوسطى الموجود في كائن البحر. اذا نعرف تعريف التجدد هو وجود بعض الكائنات الحيه على تعويض الاجزاء المفقوده منها. اما التكاثر بالتجدد هو قدره الجزء المفقود من بعض الكائنات الحيه على النمو مكونا كان كامل مطابقا تماما للفرد الابوي. اهو ده الحته اللي انا كنت بحكيها لكم القصه، ان نجم البحر بيفترس حوالي 10 محارات يوميا. العشر محارات دي اللي موجود فيها الذهب. المحارات اللي تلك التي تكون بداخلها اللؤلؤ، وهو ما دعا اصحاب مزارع محارات اللؤلؤ الى محاوله التخلص منه بجمعه وتقطيعه والقائه في البحر مره اخرى. وكانت المفاجاه ان ادى ذلك الى اكساره وليس التخلص منه. من هنا كانت بدايه معرفتنا بالتكاثر والتجدد. علشان كده ده قصه حقيقيه. فليه بيقول لك لا يعتبر التجدد في جميع حالات التكاثر؟ لان قد يحدث بهدف النمو او تعويض الخلايا التالفه. زي عندك انت مثلا لو قصيت ضوافرك بيرجع تاني التجدد الضوافر دي. لو قصيت جلدك يحدث تجدد لخلايا الجلد. ولكن مش كله بيبقى تكاثر. بيبقى في حالات تكاثر اللي هو عندك زي لما نجم البحر يتقطع مع حته من القرص الوسطى. اما عندك انت بيسمىش تكاثر، بيسمى تجدد وليس تكاثر فقط. فهمت يا حبيبي؟ يا رب تكون فهمت. لو دخلنا بقى على التكاثر بالجراثيم او الابواج، فهو بيحدث في بعض الكائنات الحيه. هو اكثر شيوعا او هو كثير الشيوع. يعني التكاثر بالجراثيم ده كثير الشيوع. بيحدث في كثير من الفطريات زي فطر عفن الخبز وفطر عيش الغراب. ماشي. وبعض الطحالب طبعا عشان متنساش الحته دي. يبقى ده الطحلب. ماشي. ده بيتكاثر بالجراثيم. هنا في فوق كده جراثيم زي ما هناخد. التكاثر بالجراثيم ده بيحدث في فطريات زي فطر عفن الخبز وفطر عيش الغراب وبعض الطحالب. ده فطر عيش الغراب. ركز عليه. كيفية حدوثه: بتحمل بعض الكائنات الحية أعضاء خاصة أو أكياس تسمى بالحوافظ الجرثومية تحتوي بداخلها عدد كبير من الجراثيم. بعض الكائنات الحية بتحتوي على بعض حاجة اسمها أكياس جرثومية، اللي هي دي أكياس الجرثومية دي جواها جراثيم كده، جواها جراثيم. يبقى في كيس جرثومي وجواها جراثيم، كيس جرثومي وجواها جراثيم. تحمل عدد كبير من الجراثيم. عند نضج الجراثيم دي بتنفجر هذه الحوافظ وتتناثر الجراثيم الموجودة في الهواء. لما دي بتنضج او تبلغ زي ما نقول كده، الحوافظ الجرثوميه دي بتنفجر وبتطلع بقى الجراثيم في كل ناحيه كده. في كل ناحيه ايه، الجراثيم بتزداد. فبقول لك عند نضج الجراثيم تنفجر هذه الحوافظ وتتناثر الجراثيم الموجوده في الهواء. عند سقوط الجراثيم الناتجة على بيئة مناسبة فإنها تنمو بالانقسامات الميتوزية لكائنات حية كاملة من نفس النوع. الجراثيم دي كده بعد ما تزيد كده بتقع على الأرض وبتقع على تربة رطبة وتربة صالحة للنمو. بتنمو بالانقسام الميتوزي مكونة طحالب جديدة وهكذا وهكذا. حتى بتلاقي كده مثلا عندك أرض ولا حاجة، بتلاقي الفطر كده جنبه وجنبه حاجات كتير كده 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 كده. نفس النظام. لو رويته على طول بتلاقي في دقيقة زاد. تمام. اهو. ده بقى تطبيق التكاثر بالجراثيم في فترة عفن الخبز. اولا نضج الجراثيم. ايه اللي هيحصل بعد الجراثيم ما تنضج؟ بتؤدي الى انفجار في الحوافظ الجرثومية دي وبتتناثر الجراثيم الموجودة بيها. الجراثيم بتنحل وبتتفك من الحوافظ الجرثومية دي وبتبدأ تطلع كده. الحوافظ الجرثومية هي جواها جراثيم. الجراثيم دي لما بتنضج
الحوافظ الجرثوميه دي بتنفجر وبتطلع الجراثيم في كل حته. الجراثيم دي لما بتقع على بيئه مناسبه ورطبه ينمو كل منهما بالانقسام الميتوزي زي ما احنا عارفين، مكونا في فطر جديد مطابق تماما للفطر او الفرد الابوي. دي الرسمه بتاعتنا. هنا نضج الجراثيم والانفجار، وهنا بقى سقوط الجراثيم على بيئة مناسبة ونموها. ده التكاثر بالجراثيم. مما سبق أطلع بالتكاثر. تعريف التكاثر بالجراثيم أو الأبواق هو تكاثر لا جنسي يتم عن طريق الجراثيم التي تنتجها بعض الكائنات الحية. أما الحوافظ الجرثومية هي أعضاء خاصة تحملها بعض الكائنات الحية تحتوي بداخلها عدد كبير من الجراثيم. نخش على خامس حاجة وآخر حاجة، التكاثر الخضري. يحدث في بعض النباتات لإنتاج نباتات جديدة مطابقة لها تماما دون الحاجة إلى بذور. كيفية حدوثه؟ يتم التكاثر الخضري بالانقسام الميتوزي، لأن احنا عارفين إن أي تكاثر لا جنسي بالانقسام الميتوزي طبيعيا وصناعيا. طبيعيا بواسطة أجزاء مختلفة من النبات كالجذر والساق والأوراق. اما صناعيا بعدة طرق احدثها زراعة الانسجة. زي ما احنا عارفين ان العلم اتطور دلوقتي في حاجة اسمها زراعة الانسجة في المعامل، بتقدر تزرع بطاطس وبطاطا بدون الحاجة الى بذور. مما سبق اقدر اعرف التكاثر الخضري واقول عنه ان التكاثر الخضري هو تكاثر لا جنسي يتم بواسطة اجزاء النباتات المختلفة دون الحاجة الى بذور، ما نحتاجش فيها بذور. تمام. نخش على التكاثر بقى الجنسي، وده هناخده ان شاء الله في الفيديو الجاي. كده انا خلصت معاك الشرح. بس كده يا صديقي، اتمنى لك كل التوفيق في حياتك، ومتنساش تعمل لايك واشتراك عشان الفيديو والجزء التاني نازل على طول. سلام.